في ليلها كما في نهارها عاد الأمان ليكون تاجا على رؤوس أهالي درعا. كعادتها الحياة تغلق أبوابها باكرا في المدينة، لكن قلوب أهلها كانت أوسع من كل الأبواب. على طبيعتهم وببساطتهم أثبت أهالي درعا بأن كل الروايات التي يتم نسجها حول حقيقة ما يجري في بلدهم إنما هي أوهن من بيت العنكبوت. والله خبز بالسيارات الجيش يجيبوه ويوزعوه على البيوت، والحليب والأدوية للأطفال كلها يوزعوها. كلنا الحمد لله بألف خير. لا 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 لا، الحليب كان يودوا على المشفى للأطفال، كل شيء موجود. الصيدليات إذا في حدا بده دواء يجيبوا الدكتور ويفتح الصيدلية ويجيب دواء. هنحكي هذا كله كذب، كل شيء موجود. كلها موجود، السيارة كلها عم تفتح بالحارة. اي كلها موجود، ما في والله ما في شيء انقطع. يعني كل شيء عم يطلع برا كذب، ما في شيء انقطع عنا. كل شيء مأمن، حتى وين الطبيخ مليح بنضرب قاعدين. لا كذب الحكي، في اكل وفي خبز في حليب كل شيء فيه، الكيكه كمان كلها فيها. الحمد لله رب العالمين، احنا بألف خير وألف نعمة. أزمة مرت علينا وإن شاء الله هيك يعني محنة وبتزول بإذن الله. يعني عملية استئصال الورم السرطاني الذي حاول أن يتسلل في عروق أحياء درعا أثبتت الوقائع والنتائج بأنها لم تكن لتنجح لولا مناعة وأصالة أهلها. قاعدين نحن هون، لا ما لنا خايفين والله، ما خفنا بالمرة والله، الحمد لله الأمور بخير ونشكر الله يا أمي. لا بالعكس الجيش معانا وكلياته، بالعكس لصالحنا الجيش. هو يعني خلانا نحس بالأمان وشعور حلو يعني، وإحنا نتمنى أنه ما يطلع ويظل موجود وأحسن ما يكون هالوضع هذا. يعني الحمد لله الأمن هو حياتنا وكل شيء. الحمد لله الوضع تمام التمام وما في شيء، ولولا الجيش ما هيدي الوضع وما صرنا هيك. إن شاء الله أزمة ومرت إن شاء الله. إن شاء الله تكون أزمة وعدت بسلام. والله أحسن هيك ما في أبدا، مكيفين وهاي قهوة مرة. أنا نازح عربي سوري من الجولان. الحمد لله فضل من رب العالمين، أنا صار لي بالحارة كلياتنا إخواننا المسيحية، والله ما في بيناتنا فرق. والله ما انقطعنا من أي شيء الحمد لله. يعني بقول والله العظيم والله العظيم والله العظيم إنه ما انقطعنا من أي شيء بالدنيا غير الأمان. بس انوجد الجيش والأمن احنا شوفيها ماشي لحالي على البيت. ناس ما عندها ضمير، ناس عم تيجي تنزع محبة الأطفال ببعض، بتزرع الخوف، ما رح تقدر تزرعه فينا لأنه نحن مزروع بدمنا حب الوطن. يعني أمان هو رسخ الأمان لنا، يعني صرنا نمشي ونروح ونجي بكيفنا. يعني شو لا وجود الجيش الله ينصرهم يا رب. أزمة يعني سحابة مدت اجت ومدت خالص ما في شيء. أنا بنتي صغيرة مرضت، أخذني الجيش وجابني على الصيدلية وعلى الحكي. الحمد لله ما في شيء، ما قطعنا بشيء، لا خبز ولا حليب ولا شيء، بالعكس الأمان حلو والجيش كانوا معنا حلوين وظراف جدا جدا كانوا. إن شاء الله خلصت. كما لفظ عنه الدرع الجنوبي لسوريا كل محاولات تشويه اسمه وتاريخه، ها هو يلفظ عنه اليوم كل الشائعات التي طالته من قريب أو بعيد. من مدينة درعا، وفاء شبروني، تلفزيون الدنيا. وكان